معنا عاشق مصر بعصورها المختلفة، المرشد السياحي الأستاذ بسام الشماع. أهلا بيك يا أستاذ بسام. اهلا ومرحبا بكم وكل المصريين العظام. الله يخليك. وحضرتك يعني لا تعشق أكيد التاريخ الفرعوني فقط، ولكن تواريخ أخرى أو عصور أخرى يعني. مظبوط كده اهوت يا فندم، وكان فعلا من عدة سنوات يعني انجزنا بمشيئة الله والحمد لله بحث حلو عن شارع المعز، وتم دراسته ودراسة اهم الاشياء اللي فيه، ومنه الحفاظ على هذا الشارع اللي بيعتبر كما نعلم جميعا متحف اسلامي مفتوح يعني وضيافه. يعني نصادر عليك القول، عايزين نسخة من البحث اللي إذاعة القاهرة الكبرى. بهذا البحث يحصل لنا الشرف والمصريين كلهم يتعرفوا عليه. وانت تعلم ان شارع المعز يعني من الشوارع، يعني هم في لما بدأوا يرمموه كانوا بيتكلموا على حوالي 33 اثر. انا يعني مش عايز اقول لك سعادتي قد ايه بحكايه منع السيارات ديت، لان هو اول ما تم افتتاحه بعد الترميم وكان اتكلف ملايين الجنيهات الحقيقه، كان برضه موضوع عربيات الصغيره وعربيات الجولف وعربيات الطفطف الصغنونه واللي هي لا تعتمد على العادم، وكانوا حطوا اشارات وحطوا حديد يعمل بالهيدروماتيكي بحيث يغلق الشارع على السيارات. هي المعضله الكبيره هو ان انت، وانا كلمت الناس قريبا في الموضوع ده ونزلت كلمت حتى الشرطه اللي ماسكه هناك، لان انت عارف ان الخياله نزلت، يعني شرطه الخياله نزلت شارع المعز واصبحت تترجل على الخيول، على ظهر الخيول كما كان يحدث في الماضي. فهي مشكله كبيره ان انت عندك هذا الشارع ايضا شارع تجاري. هي دي هنا المعضله، هنا العقده في المنشار، ان انت عندك شارع تجاري في مثلا محلات للليمون، في محلات بيع للعاديات، في محلات بيع للروائح العطريه. يعني صعب قوي ان انت بل ان هناك بعض الاماكن فيها تصليح، يعني فيها تصليح وصيانه. فبالتالي ازاي هتقدر تقول للناس ما تقعدوش تشتغلوا الشغل بتاعكم اللي انتوا بقالكم سنين بتشتغلوه في مقابل المحافظه على الاثر، الا في حالتين: يا اما تثقيف الناس على اهميه الاثر دوت واعطائهم فرصه في مكان قريب منهم. بكرر تاني بعد اذنك، قريب منهم. يعني المشكله ان انت بتيجي تقول لهم طب انا هديكم محلات في حته ثانيه فبتبقى بعيده، او بتبقى مش في نفس المجال اللي هو اتعرف فيه او اسمه اتعرف فيه واتنحت اسمه في التجاره في هذا المكان. وفي نفس الوقت على الجانب الاخر بيني وبينك لا، الشارع كان بيعج بالدراجات البخاريه وبيعج بالسيارات والعادم والضوضاء بصراحه يعني. لان انا بروحه بالليل، ويعني كنا بنروحه بالليل وكنا بنروحه ساعات الصبح. طب حضرتك الأنشطة دي يعني يتعمل أنشطة بديلة، خاصة وأن السياحة برضو محتاجة تجيب وتجارب وما إليه من منتجات سياحية، ولا ينتقلوا بنشاطهم القائم لأماكن قريبة؟ شوف أنا ليا رأي متواضع عايز أعرضه على السادة المسؤولين عبر منبركم التالي. دلوقتي شارع المعز دوت نعلم أن أغلب آثاره من عصور الإسلامية الجميلة، ومنها طبعا العصر الفاطمي الشهير. وفي انجازات واحداث طريفه جميله جدا ممكن تعمل على هيئه احتفالات. يعني ناخده مثال: اليوم الخامس من رمضان، وهو رمضان على الابواب، وكل عام وكل الامه الاسلاميه بخير ويمن والبركات ان شاء الله. حضرتك بخير وصحه وسلامه. يوم 5 رمضان خرج جموع الشعب المصري في التاريخ لاستقبال المعز. والمعز لدين الله الفاطمي يجيء من سلاله بني عبيد في المغرب، وهو جه بعد ما المدينة انشئت وكانت صغيرة جدا، وعملها له جوهر الصقلي اللي هو بالمناسبة كان رومي. يعني كان جوهر الصقلي رومي الجنس، يعني رومي اصل رومي نسبة الى جزيرة صقلية يعني. شوف بقى اللي بنى مصر كان في الاصل رومي، ما كانش في الاصل ايه؟ حلواني. حلواني كويس، كان صقلي بقى. فهو اخذ الشعب المصري الجميل طلع يستقبله وهو وصل ليلا، فاخذ معه المشاعل الشعب المصري وغطى المشاعل بغطا كده ظريف علشان ما تتطفاش من الرياح. فكان هذا هو منشأ فكرة الفانوس. تمام. يعني عيد ميلاد الفانوس يوم 5 رمضان، ممكن انا اقول كده يعني.
انا امسك يوم 5 رمضان ده واعمل فيه احتفالية للفانوس مثلا في شارع المعز واسوقه سياحيا، اسوق هذا الحدث قبلها طبعا بمدة سياحية، وابدأ اصدر للعالم ثقافة ايه عاداتنا وتقاليدنا اللي منها الفانوس، ويبدأ الناس اللي قاعدة في شارع المعز دي تبيع انواع مختلفة من الفوانيس. يبقى كده ممكن يعمل تجارة كويسة، وفي نفس الوقت ما تبقاش تجارة تؤثر على الاثر. اصل هو ايه مشكلتك انت جنب الاثر؟ ان انت تبقى تجارتك فيها نار مثلا. يعني في ناس بتولع نار مثلا في التجارة بتاعتها او في الاصلاح او في الترميم او في كذا، يروح مولع نار دي خطر كطبيعية، خطر. انت لا تنسى ان في شارع المعز اجمل واجهة مسجد من وجهة نظر انا، يعني اجمل واجهة مسجد في العالم من وجهة نظري انا، وهو اللي هو مسجد الاقمر. مسجد الاقمر. يا مصريين يلي بتسمعونا اذهبوا في رمضان وفي غير رمضان الى مسجد الاقمر، وهو الكائن في شارع المعز. الاقمر ده سيده حاكم فاطمي اسمه الامر باحكام الله ابو علي المنصور، هو ابن المستعلي بالله، ده سابع يعني حاكم من حكام عائلة بني عبيد الله الفاطمي، وده راجل بيرجع اصله برضه للمغرب العربي. والمسجد بديع وله واجهة بيعتبرها المتخصصين في كل من اجمل الواجهات واكثرها ثراء في الزخارف والوحدات الفنية. حتى ان المؤرخ الشهير ابن اياس، وده مؤرخ رهيب ومصري بالمناسبة، ابن اياس المصري اللي هو طبعا كتابه الشهير بدائع الزهور في وقائع الدهور، بيقول على الامر باحكام الله انه ابتدى في عمارة الجامع وبقى بناه عند سوق اسمه سوق مرجوش، وانفق على بنائه 200,000 دينار، مبلغ كبير في ذلك الوقت يعني. فطبعا انت بتتكلم هنا بقى على مليارديرات مش مليونيرات. ومن كتر ما الواجهة تفردت بكل الزخارف التحفة ديت تأثر بيها المسلم وغير المسلم، لدرجة ان لما جم يعملوا واجهة المتحف القبطي بمصر القديمة اخدوا نفس الديزاين ونفس الفكرة، وبالحرف اخدوا الوحدات الزخرفية الاسلامية مع بعض التغيرات بالنسبة للاسماء، ووضعوها كواجهة دي. المؤسس بتاع المتحف القبطي اللي هو سميكا باشا انبهر، وتم الاستنساخ نسخة من واجهة المتحف الى الان. تروح تشوفها لو دخلت المتحف القبطي، المدخل بتاعها هو نسخة مستنسخة مع بعض التغيرات الطفيفة. ده معناه لواجهة مسجد الاقمر. مسجد الاقمر ده لازم نحافظ عليه كجوهرة من جواهر شارع المعز. ده يمكن في الهامش كده سريعا، ولو انه هامش يعني مهم، ان ده كله بيشهد للصانع المصري بالدقة والايجاز. شوف بقى، من غير ما انا بتملي اقول ايه، متحيزين لحضارتنا وانا متحيز لحضارتنا. يعني دي مش يعني انا فخور ان انا متحيز لحضارتنا. ونعم التحيز ونعمة ونعم التحيز، الله يكرمك. وفي نفس الوقت بيجي من الاجنبي قبليه، يبقى انا اولى بقى. يعني لما الاجنبي يقول على الايد المصرية دي. ولذلك خليني انهي مع حضرتك بحاجة عملتها من كذا سنة وتم تسليمها الى المسؤولين. الحاجة اللي اتعملت من كام سنة بحث عن اليد العاملة اللي بتعمل في الطرق على اطباق النحاس والعاديات السياحية اللي بتتباع في خان الخليلي. وطلعنا سكة البادستان في خان الخليلي، ودخلنا على ربع السلحدار، تطلع له كده سلالم ضيقة فوق، تشوف بقى الناس الجميلة قاعدة بتطرق بقى ايات الفن بقى الجميلة بالنسبة للايدي اللي حضرتك بتتكلم عليها دي. تمام. الايد اللي تتلف بقى بديباج وحرير وسندس واللي انت عايزه كله. اذ بيفاجئ بان الناس دي بتحتضر، يعني هذا الفن كان بيحتضر. الكلام ده مثلا بنتكلم من 10-15 سنة. وكتبت في اخر البحث اللي تم تسليمه للمسؤولين، اذ لم نستيقظ سوف نفيق على ميد ان تشاينا على هرم خوفو. الكلام ده من 10-15 سنة. وحصل ان ادي الصين عملت ابو الهول، ووقفنا كلنا وصرحنا وقلنا لازم تشيلي بالحجم الطبيعي. وادي النهارده تخش خان الخليلي تلاقي ميد ان تشاينا تقريبا اغلب الاشياء تحت. يجب ان نعود ونحتفظ بهذه الايدي الجميلة، نجيبهم يعلمونا
في معاهد، نطلع شباب يتعلم على ايد الفنانين العظام دول، نديهم مهيات زي ما بندي دكاتره ومدرسي الجامعات والجامعات الاجنبيه، نديهم مهيات عاليه جدا، لانهم هيطلعوا لنا اجيال من الفنانين بحيث لا يحتضر الفن اللي حضرتك ذكرته بان هو كان فن متفرد، لدرجه ان حتى لو رجعنا لمصر القديمه نتذكر كلمه افلاطون الشهيره: نحن اليونان فقط اطفال عندما نقف امام هذه الحضاره. حضرتك يعني دعني افخر امام حضرتك بمجهود متواضع وقليل ان احنا بنحاول من خلال اذاعه القاهره الكبرى الربط بين جهات متعدده، منها نقابات العاملين بالحرف التراثيه والمهره بالحرف التراثيه، ومركز في جامعه القاهره مركز الحرف التراثيه والاثار، وايضا مع في تعاون قريب بيعملوا يعني مؤخرا بيعملوا في لجنه حاليا، لجنه للتراث والحرف في الهيئه القوميه للتوحيد القياسي، انهم بيحاولوا الحاجه المستورده كاثار يلتزموا يكون فيها التزام الاول انها نسبه على الاقل اصغر ب 25% او اكثر 25%، وانها تكون مع هذه الالتزام انها ملامحها مصريه واصيله، بحيث ان احنا ما نقعدش نستورد وفي الاخر الهويه المصريه تروح. يعني احنا بنتابع هذه الجهود على موجات راديو القاهره الكبرى. يعني الله عليكم، ده متابعه هاديه. واحنا اخيرا عايزين بقى نقول حاجه: المصري القديم والمصري في دوله الاسلام وعباقره وجهابذه دوله الاسلام، السؤال اللي بيسأل: لماذا ارتقت دولة الإسلام؟ ليه الأندلس حكمت مئات؟ ليه حكمنا العالم ثقافيا واقتصاديا وتجاريا؟ ليه انتشر الإسلام عن طريق التجار في آسيا مثلا؟ لأن كانت طريقتهم لطيفة، لأن ما كانوش بيغشوا. يعني نتذكر جميعا في شوارع البدايات وفي دروب البدايات عندما كان يغش تاجر، لما تاجر كان يغش كانوا يضعوه على ظهر بغلة أو حمار أو جمل معكوس، يعني يقعد على البغلة معكوس، يعني ظهره لايه؟ لوش او لراس البغلة، تجريز ده اهو كده، ويمسك جرس في ايديه ويضرب الجرس ويعدوه في الشوارع ويقول انا غشيت، وده عقاب الغش، ويضرب الجرس. ومن هنا جت فكرة التجريز، ده بيجرسوا يعني بيفضحوا. فمن هنا فصاعدا بنطالب نمرة واحد بان احنا نتعامل مع هؤلاء الفنانين ومع احفاد روائع جلد وغيره، لان انت عندك شارع المعز ده ممتد بقى، خش على الغورية بقى بعد كده بقى واطلع من الناحية الثانية وسوق السلاح، وعندك تحت الربع حتة ثانية للفوانيس اهي وبيل. يا جماعة الحتت دي كلها على اعلى مستويات في الدنيا، بالتالي لازم نهتم بالحتت دي. عندك في تحت الربع مثلا حتة شارع في كل الصناعات بتاعة البراميل الخشبية، الصناعات الصاج، الشوايات، الفوانيس، الشمع. انت عندك سوق الشماعين اللي هو الشمع اللي عند شيخ المؤيد شيخ، مسجد المؤيد شيخ وباب زويلة وبوابة المتولي. عندك نفيسة البيضة، اثر اسلامي على مستوى عالمي. نفيسة البيضة، الحمام اللي هو شارع الحمام الصغير ده، نفيسة البيضة. عندك تحت الربع في حاجة، في مبنى مسجد تحفة لزوجة قايد باي، واخد بالك، اللي هي فاطمة الشقراء، فاطمة الشقراء. يعني كل هذه يا جماعة آثار يجب ان احنا نهتم بيها. وبالتالي نداء اخير استاذ بسام الشماع، يعني حضرتك اقتراحات جميلة عايزين نفعلها، فما رأي حضرتك ان احنا خارج الهوا نتفق على ميعاد ان احنا نقابل الاستاذة ريهام معرام اللي هي رئيس القاهرة التراثية دي تابعة للمحافظة مباشرة، يعني تمام، بحيث ان احنا يبقى فيه تفعيل لهذه الاقتراحات مباشرة. هايل، وده يبقى دور اعلامي على اعلى مستوى، كما تعطونا النوافذ لكي نصل بصوتنا الى الشعب والمسؤولين. وانا هنا قلت الشعب والمسؤولين، ما قلتش المسؤولين والشعب. تمام. فده انا بشكركم عليه، وده دوركم فعلا وانتم بتنجزوه اهو الحمد لله. في صرخة اخيرة عبر القاهرة الكبرى، صرخة فضل. يجب ان يعني تضوي في كل الاجواء حتى عنان السماء. يوجد في منطقة الرفاعي، بما ان احنا بنتكلم على روائع الاسلام والزخرف الاسلامي والانشاء والتشييد الاسلامي، يوجد في منطقة الرفاعي ومنطقة
منطقة صلاح الدين او ميدان القلعة مسجد هو مغلق دلوقتي، مسجد على اعلى مستوى من الفن والمأذنة والقلاب والمقرنصات، حاجة ما حصلتش. اسمه مسجد قانيباي الرماح وليس قايتباي. قانيباي الله ينور عليك. وهو ده كان مملوك من مماليك قايتباي، يعني قايتباي اشتراه واصبح مملوك عنده. طيب قانيباي الرماح ده كان جواه منبر آية من آيات الفن الإسلامي وآية من آيات التشييد الإسلامي والزخرف الإسلامي. هذا المنبر سرق في 2010. خد بال بقى حضرتك، هذه الصرخة اللي انا بطلقها بسام الشماع عشان لو في حد من المسؤولين، مرشد سياحي حر رقم 1000 في نقابة المرشدين، عضوية رقم 1000، عضوية في نقابة المرشدين السياحيين بشارع رمسيس. يعني كل معلوماتي في النقابة لو عايزين يوصلوا لي. الندائي ده لكل المسؤولين كلهم على بعضهم والناس اللي عايشة حوالين المنطقة هناك. هذا المسجد مغلق الآن، ووصل لمعلوماتي انه تم استبداله بمنبر تم تجميعه. يعني الحرامية اللي سرقوه عملوا منبر جمعوه وحطوه مكان اللي اتاخد، واتعملت لجنة وتم اكتشاف هذا، وتم تقديم ملف الى النائب العام في 2010 عن طريق الشيخ حماية، شيخ السلطان حسن اسمه كده، الراجل المصري الجميل ده الوطني قوي ده اللي بيحب بلده قوي ده اسمه الشيخ حماية، وهو حماية بالفعل، وهو شيخ السلطان حسن، هو الراجل اللي في السلطان حسن، مسجد السلطان حسن. هذا الملف لدى النائب العام. فانا بطالب كمواطن مصري، ونحن الان في بناء حضارة، نحن نعيد بناء حضارة مصر. لو تسمح يا نائب يا عام افتح الدرج وطلع هذا الملف، لان غياب او سرقة منبر كامل، انا افهم مش عارف ترسال صغير يتسرق، مش عارف جعران ايه، حته مش عارف سلسله مين، دي مفهومه. انما منبر كامل كانك سرقت مبنى وشلته كده بالظبط كده، العينين يعني بالظبط كده. وكان من قبل الثوره برضو يعني قبل بقى الانفلات الامني، وقبل بقى اي عذر من الاعذار اللي احنا بنقولها. لحضرتك كان يعني يبدو ان هي كان في حركه منظمه تجاه الاثريه. ايوه البعض واحنا شفناها في التلفزيون في كازميك، البعض بياخد الحشو الزجاجي او ياخد كذا او ياخد كذا لحد ما برافو عليك، احسنت. قلبهم قوي شويه وشالوا المنبر كله. احسنت. احمد بن طولون لما المنبر بتاعه نفس القصه رجعوه، يعني رجعوا الحشو اللي اتسرق بتاع احمد بن طولون. بوابه الشيخ المؤيد شيخ في ورا بوابه المتولي اتاخدت برضه، وجابوا الراجل وهو ماشي شايل الحاجات اللي واخدها في شوال في الشارع بلف وجابوه. السؤال بقى هنا، من اسبوعين باب مسجد تغري بردي بيبان بتتاخد، يعني الرفاعي اتاخدت الحشوات بتاعت المقابر اللي في الرفاعي. اذا نحن نريد حراسة رهيبة. طيب تقول لي احنا دلوقتي مشغولين بكذا ومشغولين بكذا، فالحراسة دي مش متوفرة. اقول لك تتصرف ازاي. تعمل 2000، تجيب 2000 شاب وشابة من محبي تاريخ مصر وتديهم شهر تدريب وتمسكهم بما هي كويسة لمدة سنة عقد. وانت لو عايز ال1000 دول يقول لك قدام ماسبيرو بكرة الصبح هجيبهم لك. طبعا اكيد. هو بس المشكلة في تديهم مرتب مناسب ليه يعني. هقول لك برضه مش هكلف وزارة المالية ولا اقتصاد مليم احمر. ان شاء الله بكرة السياحة تبدأ ترد. طلع لي ربع في المية من مكسب السياحة السنوي. ربع في المية. في حاجة تانية حضرتك يعني الناس موجودين في حاجة المسجد الواحد بيبقى فيه امام وخادم ومؤذن وايضا واحد من الاثار اللي يعني بيبقى في كل مسجد فيه حوالي 5 على الاقل. اين تذهب هذه الاشياء في وجود هؤلاء ال5؟ اقول لك الحل بتاع سؤال حضرتك. بعد سرقة منبر قانيباي الرماح نما الى علمي ترقية المسؤول عن المنطقة الاثرية.
فبس دي علامه استفهام احنا بنبعتها علشان احنا زي حضاره وداخلين على بناء دوله. ولا تعليق ولا تعليق. دوله لا قول تعليق مش لا تعليق، قول تعليق. نعم تعليق مش لا تعليق. يعني انا مثلا اروح اخرب الميكروفون واصبح تاني يوم اترقى مثلا؟ فدي اسئله. وخد بالك بقى حضرتك الملفات دي ما بتتفتحش. احنا عايزين دلوقتي داخلين الشعب رجوع. انا بص، انا وانا قاعد مع وزير الاثار الدكتور محمد ابراهيم في الحكومه يعني بتاعه بحلب السابقه، يعني قعدت معاه 45 دقيقه. من ضمن الحاجات اللي كنت بقولها له بقول له في حاجات بتحصل غريبه جدا عليا. يعني مثلا احنا جينا ورحنا معليين تذاكر دخول الاثار. يعني المتحف المصري كان ب 60 جنيه بقى ب 75 جنيه. دخول الهرم مثلا كان ب 100 بقى ب 200. طلع كانت كام بقت بكام؟ طيب يا سيدي يا سيدي ابوس دماغكم ابوس راسكم، هو ده ميعاد تغلية تذاكر؟ يعني انت شايف السياح بالمليارات واقفين طوابير قدام الهرم. ده انا اجيب السائح واقول له 50% تخفيض على التذاكر. قعدت مع وزير الاثار فبقول له يا دكتور الميعاد يا دكتور، الكلام ده من كام شهر من زمان يعني. قلت له يعني الميعاد يا دكتور. قال لي اعمل ايه؟ دي ثالث مرة ااجل ارتفاع السعر. استاذ حسام يعني احنا هنكلمك خارج الهوا. اتفضل يا فندم. عايزين نفعل شوية. والاستاذ ريهام عمار زي ما قلت حضرتك دكتورة ريهام دي رئيسة وحدة القاهرة التراثية وتابعة للمحافظة. تمام. اي حاجة فيها علاقة بالتراث هتبقى ليها علاقة وهيبقى حوارها مع المحافظ مباشرة يعني ان شاء الله. تعزمونا على كوبايه شاي عندكم في القاهره الكبرى ونقعد مع بعضينا احنا كلنا. شرفنا يا فندم. كل سنه وانت طيب حضرتك. وشكرا لهذا الرجل الغيور الاستاذ بسام الشماع المرشد السياحي الذي يعتبر ليس سفيرا لمصر فقط بل سفير للاثار مع هؤلاء الذين يعيشون حولها. شكرا جزيلا. شكرا.